عسلامة البنات، شنحويلكم؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم جبت لكم وصفة بروفيسيونيل احترافية 100% كيما اللي يخدموا بها البرا وكيما ناخذوا من عندهم احنا السيترونات، اللي هو بيان سور السيترونات. اول حاجة خذيت كيلو و200 غرام، هكاك الكونتيتي اللي عندي حكاية كيلو 200 غرام قارص. باش نعطيكم وصفه نتاع كيلو 200 غرام قارص. انا هذا حطيته في بول عليه الماء، خليته يتنفخ شويه في الماء، ومن بعديك نظفته بالكدا بالسكينه. انا كيما نقولوا هكايا كل حكيته بالسكينه كل برشته، ومن بعديك حطيته، عاودت صفيت الماء هذاك نحيته الكل، وعاودت حطيت ماء جديد اخر، وكيما تراو فيه نحيت اكل جنيب هذوكم، وكل حاجه هكايا تلقاو تاش والا حاجه كيما نقولوا هكا ضربه صغيره وكل نحيوها. علاش احنا خليناه في الماء؟ باش يتنفخ، باش اكل مسامات نتاعو لي بور وكل يتحلوا ويتنفخوا كيما نقولوا. كي تجي باش تنظف وكل شيء ديجا تلقاها سهله، تعمل تك تتنحى. المهم لا علينا، القارص كيما الوجه نتاع العبد كيف بالضبط. المهم كيما تراو نحيت لهم الجنيب الكل، هذوك الريوس اللي على الجنيب الكل نحيتهم، ومن بعديك شديت قصيتهم ابراج هكايا كيما تراو في الفيديو، باش نقصهم، ومن بعد باش نحط على صحن والا على بلانش والا على الرخامه. انا خاطر رخامتي يسبغ فيها القارص، ديجا يسبغ في الرخامه الغامقه اون ديغي جافي حطيت فيها، ومعناتها تفتح البلاصه تولي بيضه. المهم لا علينا، هذا مش موضوعنا. توا كيما تراو فيها حطيت لي ترانش نتاع القارص وقسيتهم هكايا دي كوب هكايا صغار الكل بنفس الطريقه، ونحيت اكل قليبات هذوكم نحيتهم على شيره هذوكم بيان سور باش يطيشوا، ونكملوا نفس الكونتيتي الكل اللي نكملوا كونتيتي نتاعنا الكل بالطريقه هذه. طريقه بالحق صحيحه 100% وحاجه بروفيسيونيل، وبالحق هذوما راهو لي زاستوس هذه اللي باش نعطيه لكم توا باش من بعد المقاسيت. معناتها هذه الاستوس اللي يخدموا بها اللي ما يعرفوهاش الاغلبيه، اللي هو شديت حطيت بول، وزنت القارص نتاعي نلقاه كيلو و114 غرام. كونتيتي هذيا باهي، كونتيتي اللي باش نعملها انا كيلو 114 غرام، باش نزيد عليها 500 باش نعمل نفس الطريقه نتاع الكيلو، خاطر الكيلو نحطوا عليه 600 غرام سكر، انا حطيت 500 هوني 500 وزنت 500 هكا. هاو اللي عنده ميزان هكا يوزن معناتها يعمل القارص، من بعديك ينزل على تار في الميزان هذا ويحط الكونتيتي نتاع السكر، سينو يوزن السكر وحده والواحد والقارص وحده، من بعديك يخلطهم كيما تراو هكايا، خلطتهم بالكدا مع بعضهم، ومن بعد باش نحطهم نغطيهم ونبيتهم. انا ليله كامله بيتهم في الفريجيدير باش يشربوا السكر نتاعهم وكل شيء. بالنسبة للعبد هكا يبدا مزروب يحب يعمل في نهار والكل، مينيموم تخليه يرتاح حكاية 6 سوايع، ما أقلش من 6 سوايع 6 سوايع، ومن بعد تخرج تخدم على روحك. بالنسبة للروسات هذه راكم تنجموا تخدموا بها، راهي هذه الطريقة الصحيحة اللي يخدموا بها واللي يبيعوا في السيترونات كما نقولوا من البلايص المعروفة وكل، وإلا في القهاوي بالطريقة هذه. راه انا اعطيتكم معناتها الصحيح كيما تراو فيه. من بعد ما بيتوا ليله كامله اكل السكر معناتها شرب في وسط القارص ولا فيه برشا ماء، وتوا باش ناخذ طنجره كبيره شويه وباش نصبك الكونتيتي نتاع القارص، وقعد لي شويه سكر ماهوش مخلط في القاع مش مشكل، وتوا باش نزيد عليه يترا ماء. حطيت شللتك شويه السكر اللي قعد هذيك، بحكم مقطوع السكر مش موجود يلزمنا نستحفظه. شللت البول نتاعي، ومن بعديك كملت بقيه لتر نتاع الماء وباش نحطها على الغاز. بالنسبه للوقت اللي باش يطيب فيه القارص يلزمنا نبداو نحسبه من وقت الغليان، وقت اللي يبدا يغلي القارص وقتها نبداو نحسبه في الوقت. حطيته على نار عاديه معناتها نار قوية، وخليته يطيب مدة 4 ساعة. تشد الوقت 4 ساعة
من وقت الغليان، وتوا هبطته من الغاز وحطيته باش يرتاح ويبرد في عقله. ديجا ما خليتوش يبرد برشا، مشيت قضيت اموري والكل، رجعت له حكيت من بعد ساعه ونص هكاكا وكيما تراو مازال فيه شويه بخار، مش مشكل، مهم ماهوش اللي سخون يغلي. توا جبت الروبو نتاعي وبديت باش نرحيه. جبت الروبو، حطيت الكونتيتي وباش نرحيه. بالنسبه للروبو نتاعي راهو يرحي بالكدا بالكدا. ديجا تا تشوف التكستور نتاع القارص من بعد اون ديغي كريمه هابطه تبارك الله، معناتها يرحي بالكدا بالكدا. المهم كملت رحيت الكونتيتي الكل. سينو اللي عندها مثلا الروبو نتاعها كل يرحي ويخليها هكا مدشدش شويه والكل، تعاود ترحي رحيتين، معناتها ما تعملش رحيه بركه. انا رحيه بركه ديجا سي بون سافا على الاخر. وتو تراو دي شيء اللي باش نخرجوا شويه بالكل يتسمى بارابور للكونتيتي اللي عملتها انا. كيما تراو فيها تو باش نوريكم التكستور. شوفوا كيما الكريمه بالضبط، بالحق مرحي بالكدا بالكدا، ما نستحقش باش نعاود نرحيه مره اخرى. توا باش نكمل الكونتيتي نتاعي الكل، باش نكمل نرحيها اللي نتحصل على سيتروناد المرحي هذه قبل ما نصفيه وكل شيء. كملت الكونتيتي نتاع القارص، رحيتها الكل سي بون. راكم تراو فيها ريتو تكستور نتاعها قداش مرحيه، بوماد معناتها كريمه. توا باش نزيد انا هوني باش نزيد 3 إطرات ماء. 3 إطرات ماء توا بور لو مومون. انا ديجا كيما نقولوا عملنا إطرة ماء طيبنا فيها، و3 إطرات يجيو 4 إطرات هكا ولا لا بي. انا باش نكمل نشوف نتبع بشوي بشوي. انتوما عينكم ميزانكم شنو تحبوا معناتها الثقل نتاعو يبدا خاطر. انتوما فما عباد تحبوه خفيف، فما عباد يحبوا قوي هكا خاطر والكل. هذوما 4 إطرات ماء بالنسبه للكونتيتي اللي عندي كيلو و100 غرام. كملت زدت الماء الكونتيتي الكل نتاع الماء وخلطت. وتوا باش نجبد الغربيل نتاعي وباش نبدا نصفي. جبت طنجره اخرى فارغه نظيفه وغارقه زاده، وباش نبدا نصفي الكونتيتي نتاع السيترونات. نصفيها بالطريقه هذه، ما نستحقش ديجا الغربيل هذايا يصفي بالكدا جويه على الاخر، سينو فما الغربيل هذاك الشعرك اكل يبدا فيه الوان، هذاك زاد يصفي بالكدا بالكدا ديجا يخرجوا لكم معناتها صافي ومعناتها ما فيه حتى نقطه معناتها ديشي. نكملوا الكونتيتي هذه الكل. بالنسبه للديشي نتاعي راني مانيش باش نلوحو، باش نخليه على شيره كيما ريتو، حطيته في صحفه على جنب وخليته باش نعمل به وصفه تنوريكم نستحقوه للحلويات والبرشا حاجات نستعملوه في كل شيء بريسك. كملت هوني الكونتيتي نتاع القارص، كملت رحيتها وصفيتها وريقلت لها امورها الكل. جبت مقفول الكبير كملت صفيت فيه، ومن بعديك حطيت الكونتيتي نتاع القارص اللي في الطنجره الاخرى صبيته عليها. توا باش نزيد حكايه 150 غرام سكر، معناتها استعملت 650 غرام سكر وزوز سكر فاني، خاطر انا عملت معناتها ازيد شويه من الكيلو، سينو كيلو 600 ديجا سافا، واللي يحب احلى يزيد. كملت حطيت سكر فاني وخلطتهم بالكدا مع بعضهم، بعديك خليتهم يرتاحوا وعاودت خلطت باش هكا السكر يذوب بالكدا في وسط السيترونات. فوالا هذا هو السيتروناد. عبيت دبوزه هذيك البلار ديجا عبيتها، وتوا باش نوريكم التكستور نتاع السيترون كي يبدا هابط معناتها ثقيل وخاثر وبنين وقوي وريحته تهبل حاسيلو في الدار، الريحه كلها ريحه سيترون بنين على الاخر. وباش نزيد نحط لكم في الكيس باش نوريكم التكستور نتاعو. بالحق روسيت طيارة على الاخر وروسيت بروفيسيونيل. نتصور كي تجربوها باش تعجبكم برشا برشا برشا. وما تنسيوش باش تخليوا لي تعليقكم، تقولوا لي شنو رايكم في الفيديو وفي الروسيت نتاعي هذه. وان شاء الله انا الروسيت هذه بديت بها نتاع حاجات معناتها نتاع حلويات العيد. انا بديت بالسيترونات وان شاء الله نكمل نهبط لكم فيديوهات حلويات العيد.
توا نخليكم ونقول لكم باي باي بسلامة، عشية طيبة.